السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقربوا لكم شويه الاجواء كان مدينه فاس. واليوم مدينة فاس كانت عايشة على الأنغام الإفريقية، واليوم هو أول أيام كأس إفريقيا في هذه المدينة، وكاينة مقابلة اللي غادي تجمع بين منتخب نيجيريا ومنتخب تنزانيا. والأجواء هنا في جنبات المركب الرياضي لمدينة فاس كانت حيوية، وكان حتى الحضور الجماهيري لا من طرف النيجيريين أو التنزانيين وحتى المغاربة بطبيعة الحال. والاجواء صراحه الله مزيانه. وكما معروف على الشعب المغربي حبه لكرة القدم، وبالخصوص هذه التظاهرة كأس إفريقيا 2025، ومن مدينة فاس كانت هذه الأجواء ديال هذه المقابلة. اخيرا وبعد عذاب طويل دخلنا للتيران ومازال ما دخلنا للمدرجات. في الدخلة كان شوية ديال الزحام، لكن الأمور كانت مزيانة، واللي زين أكثر هو أمطار الخير. الجماهير الحاضرة دارت اللي عليها وشجعات كلا الفريقين، ومع دخلت الملعب كانت نيجيريا غالبة ب1-0. وتسالى الشوط الأول بنفس النتيجة 1-0. ومع بداية الشوط الثاني الفريق التنزاني قلب على التعادل، وداك الشيء اللي وقع، وتعادلوا مع نيجيريا بهدف زوين. وهنا تيتسالى الفيديو ديالنا، تيتسالى الماتش ديال اليوم. نيجيريا ربحات 2-1. والماتش داز زوين بالحضور الجماهيري رغم أمطار الخير، وهذا كان هو أول أيام الكان ديال مدينة فاس.